السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الكرام في لقاء جديد. هنتكلم اليوم في موضوع إنهاء النادي الأهلي صفقة من الدوري القطري إلى صفوف النادي الأهلي. أنهى مسؤول القلعة الحمراء خلال اليومين الماضيين إجراءات استعارة يوسف أيمن من ناديه القطري موسما واحدا، وتتكبد خزينة النادي الأهلي ما يقرب من 250 ألف دولار مقابل ضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة. وسيتم قيد يوسف أيمن في قائمة الأهلي كلاعب محلي لأنه يمتلك الجنسية المصرية، كما يمتلك الأهلي أحقية تحويل الإعارة لبيع نهائي بنهاية الموسم الجاري مقابل 500 ألف دولار للدحيل. صفقة يوسف أيمن شهدت بعض العراقيل، فقد دخل الأهلي في مفاوضات مكثفة معه، ورحب اللاعب بالعرض الأهلاوي قبل أن تتوقف الصفقة عدة أيام بسبب تحفظ مارسيل كولر مدرب الأهلي على قدرات اللاعب قبل أن يتراجع ويوافق على ضمه بسبب فشل صفقة الجزائري زين الدين بالعبد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري الذي فضل الانتقال للدوري البلجيكي ورفض عرض الأهلي. وإلى اللقاء في فيديو جديد. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.